السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر المقلاة او المخنفر. كيجي رائع جدا، كيجي مفشفش ومهوي من الداخل. كنحضروه بالسميد الرقيق باش كنحضروا البسبوسه او الحرشه. كيجي رائع وصراحه احسن من اننا نحضروه بدقيق الفورص، لانه صحي. تبعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. اولا على بركه الله كنحتاج جوج لايف ديال السميد الرقيق، تقريبا نصف كيلو 500 غرام. ممكن تعويضوا بالفيلو، راه سبق ليا وحضرته معاكم. ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ممتلئه ديال السكر، كأس ديال الدقيق الناعم، دقيق الحلويات ما يعادل 100 غرام، وعندي ملعقه كبيره ديال خميره الخبز. عندي هنايا الماء الدافئ اللي كنكون يعني مدفيه شي شويه ماشي بزاف لان الجو بارد شويه. صافي اخواتي، كنجيب واحد الاناء وكنفرغ فيه الدقيق، كنضيف عليه السميد الرقيق، ملعقه كبيره ديال السكر، وملعقه صغيره ديال الملح. خميره الخبز كنضيف واحد الملعقه كبيره لان دابا الجو بارد اخواتي. الا كان الجو سخون ضيفوا فقط ملعقه صغيره ممسوحه. وبالنسبه للماء عجنوه يعني بالماء العادي ديال الصنبور. دابا الجو بارد داكشي علاش دفيت الماء. وبالنسبه لخميره الخبز درت معلقه يعني كبيره. كنخلط اخواتي هاد النواشف على هذا الشكل هذا. مباشره كنبدا نزيد الماء على دفعات، يعني ما تفرغوش الماء بواحد الكميه حتى يعني يكون الخليط يعني مطلوق بزاف، او يعني ما هذا ديروا على دفعات باش كتعرفوا القوام ديال الخليط كتجيبوه هو هذاك وكيجي ناجح. هانتوما كما كتشوفوا اخواتي كنخلط بشويه بشويه وكنضيف الماء على دفعات باش كنعرف القوام حتى كنحصل على القوام المناسب. يعني بالنسبه لهاد الفطائر خصو يكون القوام ثقيل شي شويه على البغرير. صافي كنضيف الماء شويه بشويه وكنخلط. من بعد اخواتي كنضيف واحد الخميره الحلويات 8 غرام وملعقه كبيره ديال الخل. هذا الخل صراحه هو كيعطيه التفشفيشه، كيجي مفشفش وخاوي من الداخل مخرق. صافي كنخلط الكل جيدا. صراحه كنفضل ندير هاد الطريقه، عاد نديرو في الخلاط الكهربائي. ممكن ديروه يعني مباشره في الخلاط، ولكن هاد الطريقه احسن لانه كنعرفوا القوام ديال الخليط وكنجيبوه هو هذاك. صافي اخواتي انا درتو في الكاس وغادي نخلطو نطحنو واحد شي شويه يعني ماشي بزاف. هانتوما اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما خلطته في الخلاط الكهربائي تقريبا يعني بضع دقائق، صافي فرغته في الاناء وغادي نغطيه باش يختمر. بالنسبه للاختمار ما تخليوهش حتى يختمر يعني بزاف ويدير ديك الكشكوشه من الفوق، يعني ما كيجي خايب وكتجي فيه الريحه ديال الخمير ما كيجيش زوين. نخليوه يختمر يعني وقت يعني هذا مناسب. صافي كنرش رشه خفيفه ديال الزيت وكنبدا نطيب. من بعد ما اختمر هانتوما كما كتشوفوا حتى كتشد راسها وكنعاود نرش رشه اخرى على الجهه الاخرى باش كيتحمر ليا من كلا الجهتين. كنعاود نرش رشه خفيفه ديال الزيت وكنفرغ واحد الكميه على حساب يعني الحجم ديال المقلاة. انا كندير يعني المقلاة الطفار، مقلاة غير لاصقه. صافي كنشوفها كتشد راسها كنعاود نرش رشه اخرى ديال الزيت من الفوق وكنقلبها على هذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو يكون واضح ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه كامله. صافي اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رائع جدا، كيجي مفشفش ومهوي من الداخل وصحي في نفس الوقت لانه كيجي حرش، يعني ما كيجيوش هاد الخبيزات هاد الفطائر كيجيو حريرشين كيجيو رائعين. الى عجبكم اخواتي الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، واللي اول مره كتزور القناه اشتركي اختي وفعل الجرس باش ان شاء الله توصلي بكل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.